اهلا بيكم في حلقه جديده من بيتنا بودكاست. معاكم ريم احمد وطه خليفه. طه خليفه وريم احمد. الحقيقه احنا متابعين كومنتس بتاعتكم، وشفت كومنت تردد اكتر من مره، الا وهو مين المذيع ومين الضيف. انا حابه افاجئكم ان احنا الاثنين مذيعين واحنا الاثنين ضيوف لحد ربنا ما يكرمنا بضيوف. قد ما ربنا يوفقنا ونلاقي ضيوف ان شاء الله. فعايزكم تستحملونا شويه تستحملونا شويه لحد ما ان شاء الله هيبقى معانا ضيوف احنا نسالهم. بس احنا يعني احنا بنسال بعض وبنسال بعض في مالك يا طه؟ مالك؟ في وهو ده توبيك الحلقه. برافو طه، ده توبيك الحلقه النهارده. ايوه النهارده طبعا وحشتونا ومبسوط وانا معاكي على طول الوقت كمذيعه وكضيفه في نفس الوقت. ايوه واحد لحد ما ربنا يرزقنا برزق خير. النهارده اخترنا توبيك كده واحنا جايين مع بعض ان احنا نتكلم عن الحاجات الدبل مينينج او الحاجات اللي ليها بعد تاني في الرد. عندنا كلمات كتير يعني. لو انا مثلا سألتك ايه اكتر كلمة لو انت سمعتها بأداء معين بتبقى بالنسبة لك بجد ممكن توترك او تمام، تخليك براحتك. قاعد ايه؟ براحتك. تمام. مين بيقول لك الكلمة دي؟ انتي قول لهم قلنا ما تقولش قدام لا من لهم. طب بس عادي، ما انا بقولك براحتك. طب قوليها للكاميرا. براحتك. ما خفتوش ما قلقتوش. لا على فكره والله العظيم في الكلمات بعيدا عن الاداء حتى لو اتقالت براحتك كده تمام فل دي يبقى وراها اعصار تسونامي فعلا والله. انت هفكرك هعمل لك مارك. يعني هحاول اغير من اداء براحتك. لو مش مهم الاداء مش هي مهم. الكلمة نفسها موترة عندكم؟ لا هي الحاله موتره ان احنا نبقى قاعدين بنتكلم في ايوه حاجه. بس انا هقول لك براحتك في ايه؟ ما انا اكيد لو بقول لك براحتك يبقى اعمل اللي انت عايزه يعني. هي دي التانية دي تاني دي فين الكاميرا دي تاني كلمة اعمل اللي انت موترة عايزه. بالنسبة لك؟ هو انت لازم تعمل اللي انا عايزاه. اها صح ولا لا؟ في كلمات كتير لا، قوي بتخوف. هي بتتقال من منطلق ان اعمل اللي انت عايزه، بس اللي انا عايزاه ما احنا ينفعش. بنبقى عايزين اللي أيوه. انت عايزه ده يبقى هو اللي انا عايزاه، من غير ما اقولك ان هو ده اللي انا عايزاه. يا جماعة هم بيصعبوا علينا الحياة ليه؟ والله العظيم موضوع الحياة أبسط. سلس. احنا بنحب يعني إيه ده؟ الحاجات فين من غير ما السلس؟ نطلبها، من غير ما نقولها، انتوا لا. تحسوها لوحدكم. ما هو يا جماعة احنا ما بنوصلش مع بعض لان انا فعلا ساعات ما بقاش عارف انت عايزة ايه، فاعمل اللي انت عايزه. انا عايز اعمل اللي يخليكي مبسوطة وانت عارفة انا عايز اعمل اللي يخليكي. طيب هسألك سؤال، دي كلمة او انت اخترت كلمتين او 3 يعتبر براحتك وتمام. أيوة. واللي انت عايزه دول 3 بالظبط. كلمات انا بقولهم. هنتكلم ان دي البارتنر لما بيقولها هي بتقولها له. أيوة. بتوتره تمام كده. بالظبط. وانت مثل عندنا أيوة. بالموضوع مثل حي. مثل حي عن هذه المأساة. أيوة. طيب لو في كلمة مثلا ممكن في الشغل، في صحابك، حاجة كده ممكن لو انت سمعتها تتوتر، او لو حد مثلا الرئيس بتاعك قالها او حاجة كده. اللي هي التأكيد اللي هو يبقى اكيد مش تأكيد، اللي هو زي مثلا ايه تمام انت صح. المشكلة بقى بتاعت انت صح ده صح دي مرعبة. تساوي انت عمر. بحس ان هو اللي بيقول لك تمام انت صح يا باشا انت صح. انا بحس ان انا شتمت. انا انا لو حد قالها لي انا بقفش. انا بحس ان انا شتمت. ايوه ما ينفع مع احترامنا للحمار عشان هو كائن، عشان انت بتحبيه. كائن جميل. من انت صح. كات. طب يلا ايه الكلمه اللي هتقال؟ لا انت حاول تشوف هتروح فين النهارده. تروح فين النهارده؟ في كلمات كتير انت قوي. صح يا حبيبي. انا صح. ده انت خدتها. ما تهزرش. احنا صح يا جماعه. كلنا صح. احنا كده انت بتقول حاجات انت مش مسؤول عنها. شفت كحيت من كتر اللي انت قلته. شرقت يا شيخه. ايه الحاجات؟ ايوه لا اسال بقى لان انا حاسه ان انا عماله اسال. لا براحتك طبعا. لا ايه ده؟ بقيت بتقول كلماتي اهو. براحتك عادي. لا مش عادي، براحتك طبعا. الاداء بيفرق. لسه كنت اقول لك هي اغلب الكلمات ايا كانت هي ايه حسب الاداء بتاعها. الاداء والسيتويشن والبصه والزغره. في ساعات بقى حاجات تبقى اصعب من القول.
بتحاول الصمت. آه. يعني وفاكر الصمت العقابي ده جوه ايوه المصطلح انا طبعا. كنت خايف منه اصلا، م- لان م. هو اصلا صعب. يعني هو الكلمتين الصمت الصمت العقابي، العقابي هو طريقة عقاب بس دي اللي هي مؤلمه الصمت. قوي ما بين يعني مثلا مع بنتي مثلا، ساعات اللي هو انا هعمل لك اللي انت عايزاه بس ما تتكلميش معايا، خدي بالك. مم. فبتتجنن، يعني ايه ما تتكلمش معايا؟ لا مفيش حاجة اسمها كده اصلا، وانا هو ده شايفة ان المفروض هو بيبقى دي طريقة خاطئة لا يعني. بس يعني انا ممكن اقول كبانش. ايوه، ممكن تقول ما تتكلمش معايا، بس ده لمدة دقايق. ايه ده طبعا. لكن في ناس بتاخد يعني طفل عنده سنتين او ايام. 3. لا انا بتكلم على الصمت العقابي ما بين الزوجين، ساعات اوكي. بيقعد بايام واسابيع وحاجات كده. لا ده تلكيكه، الاتنين بقى مش عايزين يكلموا بعض، ده موضوع تاني. انما هو مش المفروض ان يبقى الصمت العقابي ده ياخد وقت كتير. بس ساعات هسألك سؤال، هل نوقف كلام مش ده يبقى صحي اكتر؟ ما هو ساعات ان انت تقرر ان انت توقف كلام والشخص اللي قدامك مش عايز يوقف ماشي. كلام، ده ممكن تبقى طريقة استفزازية ليه، او ان هو يحس اللي هو لا انا لسه عندي اقول، انت ليه يعني كأنك مش ما تتكلميش. لا بالعكس، هو ممكن يبقى الطرف التاني مش عايز يعمل خناقه تكبر. يعني ممكن ان احنا وصلنا لمرحله خلاص احنا دلوقتي قافشين مع بعض ومتخانقين، لو كملنا كلام ممكن طرف من التاني يغلط. اه فاهمه قصدي صح؟ فاهمة انت. يعني ممكن تبقى وجهة نظرك لو ان احنا احنا نعمل هولد، ما هو مش في ماتشات الكوره كده ايوه، 45 بس دقيقه لازم يبقى الطرف الطرف التاني الاخر موافق. موافق. لو طبعا. الطرف التاني مش موافق ومش جاهز لحاجه زي كده، بتبقى حاجه نفسيا ليه مش لطيفه، بالعكس ممكن تثير غضبه اكتر. صح. شفتني وانا بقول تثير كتير غضبه. غضبه اكتر. حسيت باين. كوكب المؤمن. ايه تاني؟ في كلمات طبعا كتير جدا بتحمل في حاجه كده لما مثلا ابقى قاعد مع اصحابي او حاجه والاقي يجي لي نوتيفيكيشن تين تين، ابص لا، هات عيش وزبادي هنتعشى سوا. بس انا عمري ما انا بعت بسمعها لك. بالاداء، لا هات عيش وزبادي عمري انا ما قلت لك هتعيشوا زبادي غير في رمضان، ما قلتلكش لا هتعيشوا انت زبادي امبارح غير في قايله رمضان. لي هات قلت عيش، لك هات زبادي. انا كنت بحلق. قلت لك هات عيش، قلت لك ما قلتلكش هات عيش. انا انا قلت كده لك خفت. ما فيش عيش. شو ده دبل مينينج ولا مش دبل قلت مينينج؟ لك ما فيش طب ما تقولي عيش. لي هات عيش. ما انت تفهم بقى لوحدك ان انت ليه لازم بقى تجيب نلف عيش. حوالينا عامل زي جحا يعني انت ما وضرع فهمتش ان احنا عايزين عيش. طب ليه نرهق نفسنا؟ إيه ما انا دي؟ قلقت بقى في مفيش ايه؟ عيش، فاللي هو ما معناش سلاح معناش ذخيره. يا سلام. لا انت دماغك راحت في حته تانية، ومعنى كده ان كان في حاجه كنت بقى بتعمل حاجه غلط. غلط، فانت بتعمل حاجه غلط، فانا ايوه، فكرت ان انت فدماغك بتعمل، فانا كنت حاسه ان انت بتحس ان واحد تاني قاعد جنب واحده بتحب لا 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 واحد. لا, لا احنا ما بنعملش كده. انتوا ما بتعملوش غير كده، انتوا ما بتعملوش غير ان انتوا بتشغلوا دماغكم علينا، اقسم بالله. تمام انت صح. دي جمله، دي كلمه جديده. معنى تمام. انت شايف كده؟ انت صح. انت شايف كده؟ انت شايف دي بقى ايه بقى، بتبقى مؤلمه جدا. برضه لو انت شايف كده، دي بتبقى نوع من انواع يعني انت شايف كده؟ يعني خذلان. انا بقول لك اللي هو انت شايف كده، اللي ما هو بلاش موضوع خذلان ده عشان بيضحك. يعني انا كده بديك احاسيس. انا بقول لك انت شايف كده، بس من جوايا انا أيوة. عايزه اقول لك انت خذلتني. لو طب ما انت شايف تقول كده بقى. فتبقى انت خذلتني. طب ما تقول بقى. لا انت كده عايز الموضوع بسيط قوي بقى، ونكتب لبعض كل حاجه ونقول كل حاجه. لا لازم برضو يبقى في دراماتيك في سيد الكلام. الجمهور. صح على رايك. امال الناس بتاعت التحاليل والدكاتره بتخش طب ليه؟ هتجيب فلوس منين؟ ايوه أهو. صح، ايوه صح. ايوه صح. ايه تاني الكلام هل في كلام انا مره يعني سمعتيه لا انا في كلمه بتثير غضبي. كلمه اي حاجه. هتعرف ما معنى الكلمه؟ مش حلوه خالص. الصمت كلمات بلا عينين قولي من اين اول ما تخلص لم صحيني. ايوه. في واحده طب إيه؟ تمام تصبح على خير. طبعا. اوف طب تمام تسبح. تصبح على خير دي لو احنا مثلا بس بنشات دي بقى مخطوبين بقى وبتاع، ده لسه ومتصاحبين ما بقى قبل مرتبطين او بتاع والله حتى لو طب في البيت تصبح على خير. طب تمام تصبح على خير وتسيبيني وتخش الاوضه مثلا. او انا صح. طب انا داخله انام. الحرب العالميه الثالثه ستقوم غدا. ستقوم بعد قليل. ده احيانا برضه من احد سوري الحاجات. قطعتك. والله خدت بالك يا ده، انت خدت بالك بعد حبه اصل انت حلوين. فاهمه ان انا مش واخد بالي ان انت طب انا كنت بقول ايه؟ نقول ايه خلاص انا وانت حبيبي مفيش حاجه انت كان نقولها. نفسك تشتغل شاعر. انا عايزه او اعرف الحلقه دي شاعر، يعني انت واخده كل حلقه في وظيفه. مالك. مره امثال شعبيه، مره غناء، فاشله. مثل شعبيه فاشله. غناء ايوه. فاشل، شاعر النهارده انت شاعر. فاشل. ماشي دلوقتي. ايوه. انت بتقولي ايه الكلمه اللي ممكن بتضايقني؟
انا قلت لك رديت عليك، بس طبعا انت لو مهتم كنت خدت بالك وكنت عرفتها ايه لوحدك. جمله معانا يا جماعه؟ انت لو انا كده على فكره كل الكلام انت هتقوليه صح. بتاعت اي حاجه هناكل ايه النهارده، دي اي جميلة حاجه قوي يا جماعة. هيجرى ايه لو اتقال زي ما انت بتقول احنا مش بنقعد نعمل حاجات كده. اه. هيجرى ايه لو قلت انا نفسي اكل كذا؟ طب والله العظيم انا ما كنت. لكن اي حاجه. ايوه، ما هحاول اهو. انا كنت مش فاهم برضو ليه الناس بتقول اي حاجه، انما انا فعلا لما بقيت في بيت وباجي من الشغل وشايفها مثلا تعبانه يا معلم، تعبانه او مرهقه او بتاع، فيا طه هتاكل ايه؟ اي حاجه اللي قدامك اعمليه، انا جعان، مثلا عايز انام عشان انزل تاني عن الشغل تاني. ففعلا كلمه اي حاجه دي حنينه جدا، وانتوا بتتعاملوا معاها ان هي كلمه قاسيه وتدل على عدم اهتمام الطرف الاخر بمشاعري الموضوع ابسط واتفه من كده بكتير. لا انت حط مكانك. سقي لي، عايز احط مكانك. مكانك حط. حط نفسك مكاني. ها قولي يعني انت تحط نفسك مكان الطرف الاخر اللي هو كل يوم بيعمل يا اكل. جماعه، انا بلعب بازل، انا مش بعمل حلقه، اقسم بالله انا بجيب الحاجات جنب بعض. انت دلوقتي انا حد بصحى كل يوم انا هعمل كذا وهعمل كذا النهارده، طب هعمل بقى كذا بكره، طب احضر النهارده كذا واعمل بقى عشان بكره كذا. في يوم فجأة دماغي وقفت أي مش حاجة. عارفه اعملي اي حاجه. مش نطلب اوردر. هاين عليك تفكر يعني تخيل الطرف الاخر بيفكر وبيجيب الحاجات يبعت تتجاب وبيقوم يعملها. اقول لك على سر، بتغير ساعات الموضوع ليه؟ لا هو نفس الموضوع. ساعات اي حاجه دي لان انت بتبقي عايزه حاجه معينه، مثلا كشري، فلا ايه ده كشري سيخ، ايه ده ماما تيجي ناكل كشري النهارده؟ يلا نجيب. انا عايزك انت تعمليه عشان البيتي احلى. نفسي اعمله تصدق بس ايه ده احنا مالنا اصفرنا. بس معلش نسيت. نرجع تاني. انا بقى بقول لك ان الست بتفكر شفتوا يا جماعه؟ بتنفذ دي اللي ورا الكاميرا الحقيقيه، ريم حنينه جدا. بتفكر فهي بتبقى في يوم عايزه تعطل. انا رديت عليكي. تعطل هي عايزه تعطل مناخيرها. انت بتشربي مش ايه؟ عارفه والله اصلا انت لا حاطط ايه في بجد اقسم والله بالله لا انا مش عارفه ايه اللي حاصل. هو ده نفس السكر زياده بس ضرب عشان كده امطش. تقول لك فرعوني هتلبس الفرع نصيبه. انا كنت بقول ايه؟ انت هنحط مناخيرك. لا هي بتبقى عايزه تعطل دماغها، تعطل أيوة. تفكيرها، مش عايزه تفكر. حلو. هتقوم تعمل اللي انت هتقول عليه. حلو، رحت فده انا قايل نوع من بكمل الجمله، ده نوع من انواع المشاركه. فانت شاركها، انت فكر قول لها مثلا لا عايزه اكل مكرونه بشاميل، فهي تقول لك لا مش قادره اعمل مكرونه بشاميل. الله. عايزه حاجه صح ادي مثلا رابع او خامس حاجه اللي هو هم اوريدي عارفين هم عايزين ايه. طب ما الحاجه مش موجوده، طب نعمل اوردر احنا في اخر الشهر. فانت في الاخر هتقول ايه؟ اي حاجه، اجيب بطيخه وجبنه براميلي. ما باكلش جبنه براميلي، مالها خفيف، ما بحبهاش. بنخش في ديبيت اطول زمنا من ان احنا طب ما يلا يا جماعه اي حاجه. خليك فاكر. اهي دي من الجمل اللي بتخوف. خليك فاكر وتفضل حاطط سوري. خليك فاكر. ايوه خليك انا فاكر. قلت لك ان الكلمه دي بتضايقني وانت مصر على رايك وهتفضل تقولي اي حاجه. لا زي ايه؟ يا فاشل. اي حاجه. يا فاشل إيه يا يا فاشل فاشل؟ يا فاشل يا فاشل يا فاشل. يا فاشل يا فاشل. ده الباشا رحمك يا عم تلميذ، حسن. الله يرحمه. برضو خليك فاكر دي لما بنبقى بنخلص. على فكره دي كلمه جديده. ايوه ما صح. ايوه انت مش واخد بالك ان انا كل شويه بقول لك كلمه جديده بس يا جماعه قمه في الكرياتيفيتي. انا مش فاهم مين المعد بتاع البرنامج. ارجوك هي خليك فاكر دي لما بنخلص مثلا خناقه او بنخلص كلام في حاجه. خليك فاكر ان انت اللي خدت القرار ده. ده حقيقي. فاللي هو حتى لو انا واثق منه ومتاكد ان هو قرار صح، هبقى فاكر ان لو خيشت انا هلبس. بالظبط ده حقيقي. هي فعلا بتتقال عشان كده، عشان ماشي. انت تشيل المسؤوليه الكامله. ادي حاجه واضحه وصريحه. فما نتضايقش. فشل الموضوع ده. ايه تاني؟ طيب ساعات مثلا بيبقى كلمه ايه؟ الغلطه غلطتي. انا الغلطه غلطتي من الاول. دي بقى بتبقى مستفزه جدا. طب كلميني بقى علشان انا مش فاهم مدلولها قوي.
يعني لان انت ايه ساعات اللي هو مثلا ايه يبقى في سيتويشن ما حصل او موقف ما حصل اوكي مالك انت خبطت كويس في اصلا الغلطه غلطتي. ان حاجه حاصله في مناقشه فانت بتبقى عايز تفض الموضوع. طب خلاص تمام هي الغلطه غلطتي اصلا من الاول ان انا اساسا فتحت الموضوع عارف انت. فبتحس اللي هو فجاه ان مثلا الحاجات اللي حصلت دي كلها هي ما كانش ليها لازمه. انا عرفت الطرف اعبر عن التاني الموضوع ولا لا. طب استنى قول مره تاني ناخده تاني من الاول. انا بصي عايزه انا ساعات ابقى بتكلم مثلا معاكي. عارف فكره اللي هو لما انت بيبقى في حاجه فتقوم ايه انا اللي غلطان من الاول ايوه هي هي دي غلطتي انا غلطان. فهو بيبقى نوع من انواع انت بتلوم الطرف الاخر عن طريق إلامة نفسك. طيب 0 100 308 ده رقمنا. اي دكتور تخاطب بيتفرج علينا ارجوك ابوس ايدك ما تهزرش. تعالى لنا كهديه بمناسبه الهالوين اي انت حاجه تحصل. انت بتطلع عني اشاعات على فكره. انت بص بتتكلم الجمهور قدام هو السيد الجمهور بطريقه المشكله السيد الجمهور انت بتطلع بيدافع عليا عنك كلام. يعني الكومنتات والدايركت مسجز خلي اللي بالك ان انا بتيجي ورايا جبهه بصراحه. احنا عايزين نشوف مين اقوى بقى. نشوف انهي جابها وكما لو ان انا محامي الرجال وانت محاميه النساء. يس بس احنا واحنا مش كده كده كسبانين إحنا- لازم تبقى فاهم. لا مين قال كده؟ السيدات قول لي يا رجاله يا رجاله. لا بس انا شفت ناس في ناس بتسأل على سامر ايوه يعني برضه ما هي المشكله اللي أيوة. بيسالوا على سامر مش هيرد. متجوزين ولا لا. ايوه أصلاً. صح في ناس كذا حد والله؟ في حد سأل انتوا مذيعين ولا احنا متجوزين يا جماعه بقالنا كتير 7 سنين وداخلين في التامنه. لا احنا التامنه في شهر 1 ان شاء الله. التامنه باذن خليكي الله. فاكره. خليك فاكر انت الغلطه على الله غلطتي تفتكر. على الله على الله تنسى. لا اللي هي على بتاعت الله. في خناقات كده بتحصل اللي هو طب تمام انا غلطان. ده ايه انا غلطان اللي هو انت لا بتخلص تمام انا الموضوع. غلطان. ما هي بتاعت ايه بقى انا غلطان دي بتعبر اللي هي- عن اللي ايه هي ان انت عايز- فعلا غلطان ان ولا انت انا عايز غلطان انا تقطم؟ فعلا غلطان. ايوه بقطم الحوار انا غلطان خلاص. ساعات برضو بيبقى الراجل بيقول لها خلاص تمام انا غلطان ان انا هقدر اشيل مسؤوليه ان انا ابقى غلطان اكتر ما اكمل في الخناقه واكتر ما اكمل في الديبيت. يعني الخساير لو انا اللي لبستها كلها ارحم من ان انا اكمل. فاهم حد فاهم حاجه؟ ايوه انا فاهمه انت تقصد. انت كويس يا طه انت كويس 0 100 شفت عشان التريقه على خلق الله. لا اله الا الله. في برضو كلمه بتبقى موتره معرفش ولا لا بالنسبه لك. كلمه ان البنت مثلا لو احنا في خروجه انا يعني برضو بتحصل هو فجاه انا عايزه اروح يا ماما بجد مرعبه. طب اللي هي مره واحده انا عايز اروح. طب ايه يا حاجه في انا عايز اروح. انت كويسه زي ما مالك ماليش مالك مفيش فنفضل بقى في دلهامه ان هو اكيد في حاجه يعني كده كده. ادم وصلنا للمرحله دي اكيد في حاجه في مشكله فانا عايز اروح. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على فكرة او كل الامثلة اللي احنا قلناها تقريبا عن البارتنر. طيب لو انت قاعد مع صحابك او قاعد مع اصدقاء او عيلة او اي حاجة من الحاجات دي ايه الكلمة اللي ممكن تتقالك منهم فانت تحس ان هو قالها بس الاداء برضو مختلف المعنى اللي توترك الدبل في العلاقة لا. تحس ان انتوا علاقتكم حصل حاجة او في حاجة مفهومة غلط او كده. هو عموما زي ما كنا بنتكلم فكره ان الصحاب الولاد قعدتهم بتبقى مختلفه شويه عن الصحاب البنات. لان البنات بيعتمدوا غالبا في قعدتهم على النميمه والغيبه وان هم يجيبوا سيره الناس. ده انا بص انت واثق في اللي انت قلته ده؟ لا بجد انت متاكد من اللي انت قلته ده دلوقتي؟ انت قد كلامك؟ لميا نهال انت قد كلامك؟ قعدوا مع بعض اعرف ان في مصيبه هتحصل. انت قد دي شلة كلامك؟ ريم حاليا. انما احنا بقى قد بالنسبه لنا احنا كلامك؟ كرجاله احنا يا اما بنلعب بلاي ستيشن. ده منتجني. انت قد كلامك انت قولي بقى تمام. تمام هي دي او انت صح. انت صح. ايوه بلاش براحتك. انت صح. ايوه مش هتروح للكشري. في برضو كلمه دي بتبقى في برضه انت قلت كلمه اولانيه. لا استنى بقى انا اصحصح لك. هو انت قلت حاجه اولانيه اصلا؟ لا فانا بكلم الرجاله فتلاقي حد مثلا يقولوا نبتدي نفتح موضوع في كلام يقول لك يا معلم صح انت رايك زي الفل. اعرف ان ايه بنسبه 90%
هو انت مش مخيش. انت مخيش معاه على الاقل وانت بتتكلم معاه. في حاجه جت على بالي دلوقتي، لما مثلا نبقى قاعدين كده وحد يبعت لحد يا معلم انت كويس، هو انت كويس اللي مبعوثه دي معناها ايه؟ بيطمن عليك. لا خالص. امال انت ايه؟ كويس دي ليها معنى ايه بقى؟ ما بين الصحاب. سمع حاجه، عرف حاجه، توقع حاجه. ان هو يعني انا سمع لو حاجه بسلم على عاصم مثلا، بعت العاصم، لو في حوار داير حلو يا معلم انت كويس، فانت كده انما لو في العادي صباح الفل مساء الفل او اخش في الموضوع على طول، عامل ايه ازيك أيوه. تمام، انما انت كويس دي ليها معنى ان في كلام ما وصل له. نرجع بقى للبنات، ان البنات قعدتها كلها عن النميمه. اجمل الكائنات غنوا يا انسات تفاطيفي تاتيتا. احنا نرجع بقى لقعدتهم. لا دي لا مش ميمون هنسى. صفا انت فا. فاكر اني هنسى؟ مش فا فا هنسى. فا مي 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 سو 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 مش هنسى. دوري مي فا سو. نجيب اول بقى ما من تخلص الأربيج. الالحان اللي انت بتلحنها هقول برضو احنا ما بتبقاش قعدتنا قائمه. يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا كعاشق خط لا يا سطرا جماعه ما في انتش ده الهواء الكلام ده يتمنتج. فمح قلب انا بستحمل تبرك الحاجات دي. الناس ذنبها باللذات ايه؟ الناس وهو ذنبها فتى ايه؟ كخندر فلحا. اعيط. انا عايزه اعيط. البنات يا جماعه عادتهم، بس انت عارفه احنا قعدتنا ما تسيبني اتكلم. يا جماعه احنا السيد الجمهور احنا قعدتنا ما بتبقاش قائمه على النميمه. احنا بنبقى قاعدين بنقول الغيبه الغيبه. لا طبعا انت ظالم. احنا اغلب الوقت بنتكلم عن نفسنا وحاجات مرتبطه بينا. احنا ما بنتكلمش على ناس تانية غير لو حد عمل معايا انا حاجه فاقول حصل. انت بتسوق سمعتي؟ لا مش انت، امال مين؟ كلكم. انت طب عارفه انا اقول لك اصحاب حاجه. كتير لا بنات. انا عندي فكره يا جماعه. الموضوع اللي هو طرحه ده دلوقتي اثاروا عشان اثاره. اوكي يبقى الموضوع اقوى. انتوا اللي هتردوا عليه. انتونا اللي هتردوا عليه في دينون الكومنتس. النسوة؟ يس. احنا بنقعد وكل قعداتنا بتبقى قائمه عن نميمه. راعوا ربنا، ردوا عليه. راعوا ربنا. مش اغلب الوقت بنبقى بنتكلم عن نفسنا ما وعن تخسروش ناس الدنيا محيطه بينا والآخرة. عملت خسروا الاخره بس وتخسر. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بتبقى حاجات حصلت فينا ان هو حد اذاني فانا بحكي عن الحد ده اللي اذاني. انا ما بنمش، انا بحكي واقع. ماشي. هو بقى ماشي حاجه واقع، حاجه مرتبطه بيا. بصي انا مقتنع ده دي انت خصله جوه النهاردة ولا كشري ولا حاجه. فول. تشوف تمام. هتعمل ايه. انا بقول الحقيقه ولو على رقبتي. ولو على رقبتي. انا لا الوم في اللوم لومة لائم. أيوة. شكرا. اقول في الحق لومة. شكرا. دي كلمه برضو. شكرا. ميرسي. ده ما بين الصحاب صح؟ إيه. يعني انتي مع اصحابك لو في موقف، بس بجد احنا بنقول دلوقتي بهزار، بس لو بجد ممكن شكرا دي بتبقى يعني لما بتبقى متعشم في حد ممكن اقول له يعني شكرا. بس انا بصراحه انا ما بحبش اضغط على اي حد. يعني ما بحبش اعمل لو حد قال حاجه في حد دلوقتي بيضغط عليك. بيضغط عليا. بيعمل بوشنج. تمام يا طه. ايه خلي بالك من نفسك. ده حقيقي ولا جمله من الجمل؟ حقيقي بس هي جمله من بس هي الجمل. جمله من الجمل ولقيتها حقيقيه. ايوه طبعا في جمل كتير وفي كلام كتير ممكن برضو اصدقائنا من ذكور واناث يقولوا لنا. لا هي الاناث هترد كتير في الحلقه دي. انا واثق ان انتوا عارفين انا قصدي ايه. السيده الجمهور. السيده الجمهوره. السيده الجمهوره. تمام نعم زي ما تحب. زي ما تحب. انا خلاص انا تعبت. من مين؟ منك. مفيش غيري يعني. انا مصدومه. ده كلام من بتاعنا في اخر حلقتنا. حبينا نسلط الضوء على بعض من الكلمات ممكن ان احنا كلنا بنستخدمها، بس ما بنبقاش فاهمين ان رد الفعل على الطرف الاخر ممكن يبقى عامل كده. ممكن يبقى عامل كده. كويسه كويسه الحمد لله. وهي بقى من جوه عايزه تقول ان هي مش كويسه. انا حابه اقول لك تمام. انهي واحده؟ براحتك. انا حاطه في قلبي وساكته. براحتك اعمل وقول اللي انت عايزه وانا خلاص. فضيه اقلع راسي وادي عليك. اقلع راسي. شفت اهو بتقول حاجات أيوة. مش منطقيه.
ايه ده هم اصلا ما هم بيتقالش الستات بيقولوا كده. على راسي ولا ما اكشف بتتقالش كده، اكشف را- شعري ووادي عليك، هي في حاجه كده. بتحصل فوق في الحته دي ونادي على بعض. احنا النهارده حلقه خفيفه لطيفه، كلام احنا بنقوله اصلا في مع اصحابنا، مع الناس اللي احنا مرتبطين بيهم. انا طلبي ان احنا نبقى ايه، نيجي سكه على طول كده، ان هو ما نقعدش نلف وندور على بعض. الحياه اقصر بكتير من ان احنا نقعد كتير، لان قصدي بقول كلام فيبقى معنى كلام تاني خالص. ومفيش مشكلة لو الكتالوج بتاعنا حبوا يفهموه، ادينا اهو قلنا لهم طريقة وقلنا لهم حاجة تخليهم يقدروا يفهموا، اديني ساعدتكم. الكتالوج ايه؟ معلش تاني من الكتالوج الاول. بتاعنا يلا قوليها من الاول. وهو ادينا بنعرفكم الكتالوج بتاعنا، وان احنا ساعات بنقول حاجات وقصدنا حاجات تانية، او بتبقى واضحة. انا من وجهة نظري هي بتبقى واضحة، انتوا اللي ما بتحبوش تفهموها او ما بتحبوش تعرفوها. فخلاص ادينا قلنا لكم الكتالوج بتاعنا، ذاكروه وتعاملوا معانا. يا جماعه الحياه ابسط من كده، اقسم بالله الحياه ابسط من كده وفيها مشاكل اكبر. يعني اتمنى ان احنا نبقى حلقة لطيفة خفيفة عليكم، ونبقى فعلا قلنا كلمات ممكن الناس ما بتبقاش واخده بالها وهي واخده بتقولها. بالها، او الطرف الاخر ما بيبقاش واخد باله ان هي تقصد حاجه تانية صح. مش اللي هي قالته، خلي بالك. فكويس ان احنا ايه ادينا عرفناكم، وشكرا جدا، ميرسي خالص، ويا رب تكونوا اتبسطتوا، وان شاء الله نستنونا في حلقه جديده من بيتنا بودكاست مع احمد وده خليفه. سمسس.